انا رجعت لي الذاكره. الف بركه يا حبيبتي، الف بركه. بجد يا عتاب؟ رجعت لك ازاي؟ اتخبطت في دماغي، ما انا من ساعه ما وقعنا من المخروبه دي وانا عماله خلاص هبص رجليكوا يا جماعه، حد يخبطني في دماغي وانتم مش راضيين تسمعوا الكلام وبتقولوا عليا جهله. طب حتى لو رجعت لك الذاكره عرفتي منين بقى ان هو جاسوس اسرائيلي؟ عشان انا ظابط في المخابرات المصريه. انا اصلا عمري ما كنت مضيفه ولا ظابط، انا من ساعه ما وعيت على الدنيا وانا بشتغل في البيوت. امي جابتني من بلدنا في بنها ونزلت بيا على مصر، شغلتني في بيوت الناس الأكابر، وما كنتش بشوف أمي غير أول كل شهر وهي جاية تاخد أجرتي منهم. وفضلت على الحال دون طول عمري وأنا معرفش حاجة غير الكنس والمسح والغسيل والطبخ. وقعدت أتنقل من بيت لبيت لحد ما اشتغلت عند واحد اسمه صبري باشا، ومن ساعتها دنيتي اتشقلبت. ايه في ايه؟ انت يا متخلفه. يقطعني، هو انا صحتك؟ ده انا حتى ما رضيتش افتح النور. نور ايه وزفت ايه على دماغك؟ انت ايه يا بنت اللي دخلك عليا الاوضه اصلا؟ وايه اللي انت بتهببيه ده؟ هكون بعمل ايه يعني؟ بنضف. اصل انا مش هستناكوا للعصر اما تصحوا، عقبال عندك النهارده الجمعه. هو انت ناسي ولا ايه؟ انا مش ناسي اعتاب ان النهارده الجمعه، عشان كده يا حبيبتي انا عايز اريح شويه، عايز انام يا عتاب. خدي اللي في ايدك ده واطلعي بره يلا. اهدى، وانا هو انت هتنام تاني؟ ده الخطبه ابتدت، ده انت يا دوب تلحق الصلاه. وانت مال اهلك؟ وانا مال ازاي يا استاذ؟ هو حضرتك ما تعرفش ان لما بيصليش الجمعه دون الشيطان والعياذ بالله اللهم احفظنا بيعمل ببيه في بقه؟ لا يا اختي، ده اللي بيتاوب. اللي بيتاوب من غير ما يحط ايده على بقه هو ده اللي الشيطان بيعمل بيه في بقه. تصدق صح. انت هتحكي معايا يا بنت؟ امشي اطلع بره، يلا بره. طب امانه عليك تروح تصلي عشان البركه تحل في البيت، احسن والله العظيم هنسخط كلنا ارض وهيبقى بسببك. وانت لسه هتسخطي؟ انت مسخوطه خلقه، انت لسه واقفه عندك. امشي بره. دي الساعه الا ربع لله، ده انت مش هتحصل ساعه الا ربع يا راجل. ساعه الا ربع؟ لا ده بيتاخر الشيخ ده. خلاص روح الجامع التاني. وانت ايه حضرتك؟ كل ده ومفيش حاجه؟ ايه يا صبري؟ في ايه يا صبري؟ ايه ده انت لسه ما صليتش؟ صباح الخير يا عتاب. صباح الفل يا بنت بطلي التتنيحه اللي بتتنحيها قدام التلفزيون دي ورد عليا، ده انا بقول لك صباح الخير. وانا بقول لحضرتك صباح الفل يا ست الكل. ست الكل؟ قلت لك 100 مره ما تقوليليش الكلمه دي، بحس ان انا رقاصه. تقولي لي يا مدام ناهد، سامعه؟ يا مدام ناهد، يا مدام ناهد. حاضر يا مدام ناهد، يا مدام ناهد. ايه ده كله؟ هو انا مش قايله لك تغسلي المواعين دي قبل ما تنامي؟ ما انا غسلتهم، ده ادينا المواعين بتاعت الفطار. فطار ايه؟ فطاري. عتاب، فين الاكل اللي كان في التلاجة؟ اكلته. مش حضرتك قلت لي اكلك في التلاجة؟ قلت لك اكلك في التلاجة مش تاكلي التلاجة. طب فين بواقي الغدا بتاعت امبارح؟ وانا اكلتها يا رخرة. حضرتك لسه قايله يعني اللي هي بواقي يعني ما تحسبش. هو ايه اللي ما تحسبش؟ هو انا بلعب معاكي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. هو حضرتك كمان بتحاسبيني عليا؟ الحق عليا يعني اللي شايلاكي فوق دماغي وبخدمك، ده بدل ما تقولي بالهنا والشفا والطبطبه عليا. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا يا عتاب. بالسلامه، تيجي بألف سلامه يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل. بألف سلامه. منك لله يا شيخ، ضيعت عليا احلى حته. ايه دون؟ هو لسه في ناس بتتصل على تليفون البيت؟ خلاص الموضوع دون انتهى، الوقت في محاميل. الو. ايوه يا عتاب. مين؟ هو ايه اللي مين؟ اهلا، ازيك يا ست الكل؟ قلتلك 100 مره مدام ناهد، مدام ناهد، مدام ناهد. اهلا يا مدام ناهد.
بقول لك ايه، على السفرة هتلاقي وصل مليين الرقم اللي مكتوب عليه. وصل الغاز ولا وصل النور؟ وانت مالك انت، وصل النور ولا وصل الغاز؟ وصل النور على السفرة، بس وصل الغاز في درج البوفيه. هو وصل النور اللي على السفرة، اخلصي وروحي هاتيه ومليين الارقام اللي عليه. ماشي حاضر. 94526112. هو انت لحقتي تروحي وتجيبيه وتيجي؟ وانا لها روح، ما انا حضرتك حافظه الرقم، انا لمحته الصبح وانا بفقش البيض. روحي شوفيه بدل ما اجي افقشلك دماغك يا عتاب. ماشي حاضر، خليكي معايا على التليفون ثانيه واحده. انا رايحه اهو، رايحه على السفره. انا بتمشى اهو، رايحه على السفره، رايحه اجيب الوصل. ياه المشوار طويل قوي، ربنا يوسع عليكم. انا جيت اهو يا مدام ناهد، شوف الرقم اهو، 94526112. تمام، متأكدة يا عتاب؟ ان شاء الله يا رب تيجي تلاقيني متكهربه ونايمه على الارض كده، هو انا ماسكه الوصل في ايديا. طب خلاص خلاص يا ساتر عليكي، يلا سلام. سلام. بنت يا عتاب، ايه ده؟ هو حضرتك هنا هون؟ ساكن هنا بقى تقولي ايه؟ بيتك ومطرحك، ومن حكم في ماله ما ظلم. تعالي هنا. ايه انت خلاص بقيتي طايحه في البيت كده؟ مفيش لا ظابط ولا رابط؟ انت يا بنت ازاي تكدبي على المدام عيني عينك كده؟ كدبت عليها في ايه؟ هي اللي الله يكون في عونك زنانه وقراره وعايزه تعرف رقم الوصل فقلته لها. وانت قلت لها الرقم ازاي اذا كان الوصل قدامي على السفره اهو؟ ما حضرتك برضه مش هتصدقني، انا لمحته الصبح وانا بفقش البيض فحفظته. وانت بقى اي حاجه تلمحيها وانت بتفقشي البيض تحفظيها؟ واناش عرفني بقى، بس انا متاكده من الرقم. اهو الوصل في ايدي اهو، قولي بقى الرقم، بس قسما عظما لو غلطتي في رقم واحد بس هيكون اخر يوم ليكي في البيت ده. ولو قلته صح هتجيب لي وجبه احمد عز. ايه وجبه احمد عز دي؟ وجبه احمد عز بتاعت الفراخ والجمبري. فراخ وجمبري؟ ايه العك ده؟ قولي 94526112. كان بكام الوصل ده؟ 465 جنيه و74 قرش، وكان عليكم 112 جنيه متأخرين. ها حافظ رقم الدليفر ولا سمعه لك هو كمان؟ لا يا حبيبتي ما تسمعيليش حاجة، انت تروحي على المطبخ جري تعملي لي فنجان قهوة على الريحة وتجيبهولي على المكتب. بس اعمل لنفسي عصير الاول عشان عندي صداع. هي توتو شربت العصير؟ الحمد لله. والصداع راح؟ الحمد لله. طب خليكي معايا بقى. تقدري تقولي لي ايه اللي مكتوب هنا فوق على الشمال؟ اهو يقول الفنان احمد فهمي للفنان اكرم حسني: سعيد بارتباطي بيك وربنا ما يحرمني منك، وانتظروني في اعمال قادمه كثير. طب الخبر اللي تحتيه؟ انفصال الفنان احمد فهمي عن الفنان اكرم حسني في ظروف غامضه. شغله ملهاش امان. اه والله. طيب يا توتو، اللي جاي بقى اصعب شويه. ماشي. انت هتبصي على الصفحه اللي على الشمال وتقولي لي ايه اللي مكتوب فوق، والحاجه اللي في الصفحه دي لونها ايه. ماشي. اهو الكرسي لونه احمر، بس الكتابه انا مش عارفه. شفتي؟ اديك نسيتي. انا بقول لحضرتك انا مش عارفه، مش فاكره، يعني الكتابه دي يعني انجليزي او فرنساوي، انا مش عارفه اقراها، بس انا ممكن نرسمها لك. طيب ارسمي لي كده. يا بنت الجنيه، هي حصه الاملا دي انا هتخلص امتى؟ انا وراها غسيل متلتل قد كده، هو لو جت الوليه قصدي المدام يعني هتطين عيشتي. سيبك من الوليه وسيبك من الغسيل، اللي احنا فيه ده اهم بكتير قوي. بصي بقى، ال20 جنيه دي فيها رقم مكتوب فوق،
عايزك تمسكيها تبصي على الرقم وتقولي لي ايه هو. ها؟ ماشي. خدي بسرعة. 1 2 6 4 3 5 8. حلال عليك 20 جنيه. هاتي بقى الوجبة اللي انت عايزاها. هي ال20 جنيه دي يعني هتجيب الوجبة؟ دي ما تجيبش قطعتين ناجتس على بعض. معلش يعني يا توتو، اقضيها ناجتس دلوقتي. والله انا مش شاكره قوي على الحصه دي يا استاذ، انا رايحه اتفرج على التلفزيون. في ايه؟ انسه عتاب، ايوه. اتفضلي معانا. اتفضل معاك فين يا اخويا؟ هو انا اعرفك؟ يلا انت وهو من هنا هون بدل ما نلم عليكوا الشارع. اتفضلي معانا بالذوق ومن غير شوشره بدل ما نستعمل معاكي العنف. والله العظيم يا باشا ما كنت اعرف ان انتوا حكومه، انا فاكره ان انتوا جايين تخطفوني. يعني لو احنا جايين نخطفك ولا مجرمين كنت هكلمك بذوق واقول لك اتفضلي معايا يا انسه. ونش عرفني بقى، ما العمر ما حصل لي حادث اختطاف قبل كده. اصبري عليا، ده انتهت. صبري باشا، الحمد لله يا بنت كريم يا رب. انت جاي تضمني؟ يا نمرسي، بقى دي اللي عملت في رجالتك كده؟ ده انا كان ناقص بقى ابعت معاكم فرقه قوات خاصه. والله يا سياده اللواء هي اللي قاومت، انا حاولت ان انا قاومت ايه يا بني ادم؟ كفايه اعذار فاضيه بقى. خد رجالتك واخرج. يا نهار حوس عليا، هو حضرتك لواء يا صبري باشا؟ ايوه يا بنتي. امال ايه يا باشا اللي انت قرفاني بيها في البيت ليه النهار دي؟ عادي يعني، وانا بقول لمحمد المكوجي يا باشا. اقعدي. بصي بقى يا عتاب، انا هكلمك في موضوع مهم جدا، وبعد كده عايز اسمع منك كل حاجه. والله العظيم يا باشا انا عمري ما مديت ايدي على حاجه، واذا كان قصدك على الولا كني انا ما اعرفلوش طريق من ساعه ما عمل عملته. ايه كني ده؟ كان اخويا الكبير، مش انتوا بتدوروا عليه عشان اغذي الولا حوكه لما قفشوا مع سميره في الموقف؟ عموما مش ده الموضوع اللي انا عايزك فيه. يبقى انتوا بتدوروا على الصيغه اللي خدها الواد حلاوه من طلعه اليونان. والله العظيم ما اعرف ودها فين. والله بس احنا مش عايزين دول خالص، احنا عايزينك انتي. والله انا غيرهم خالص يا باشا، يعني هم يولعوا بجاز ملناش دعوه بهم، انما انا ام ربتنا والله وتعبت فيا. واذا كان على البلوزه والحلق بتوع المدام انا سلفاهم بس يعني عشان كنت احضر بهم حنه واحده صاحبتي، ولو كان باعهم ولا حاجه نبقى نجي يعني. بس اقفلي بقى سل الاعترافات اللي طالع من بقك ده. ماشي من عينيا يا سعاده الباشا، بس انا يعني لا مؤاخذه عندي سؤال. اسالي. هو حضرتك يعني ازاي تبقى لواء وانا عمري ما شفتك ولا لابس بدله ولا حاطط دبوره ولا اي حاجه من الكلام دون؟ ممكن يا عتاب تديني فرصه افهمك؟ عارفه لو سكتي واديتيني فرصه انا افهمك كل حاجه. اتفضل. احنا هنا في جهاز امني على اعلى مستوى، والجهاز ده مهمته انه يفتش ويدور ويكتشف كل واحد عنده موهبة ممكن يفيد بيها البلد. يا بنت كريم يا رب، هو انت سمحتني وانا بغني؟ انا من زمان وانا نفسي انمي الموهبه دي فيا. لا يا عتاب انا ما سمعتكيش وانت بتغني، وبعدين الموهبة دي تروحي بيها ستار اكاديمي. يا عتاب المواهب اللي بندور عليها هنا مواهب تانية خالص، حاجة مختلفة، يعني مواهب يعني نقدر احنا نستخدمها كجهاز امني. طب ولا مؤاخذه يعني ايه الموهبه اللي عندي؟ انت يا حبيبتي عندك حاجة بنسميها ذاكرة فوتوغرافية. يعني ايه ذاكرة فوتوغرافية؟ يعني لو بصيتي لأي حاجة كده لحظة وسبتيها تقدري تسترجعيها في أي وقت وبمنتهى الدقة. أنا طول عمري كنت بحلم إن الجهاز عندنا يبقى عنده ضابط يمتلك موهبة زي دي. ظابط